السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نقولكم ألف ألف شكر لكل شخص دعمني، وإن شاء الله في ميزان حسناتك. ما بقلناش برشا على العام الجديد، كما العادة نقولكم إن شاء الله عامكم مبروك، وإن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة. مش باش نطول عليكم في الفيديو هذا، إنما حبيت معناها نرد على بعض التعليقات السخيفة اللي معناها في الفيديو السابق اللي نشرته. قبل كل شيء نرد عليهم بالقصيدة هذه من شاعر ابن قتادة، الشريف ابن قتادة، وهو من أحفاد الرسول. تنجموا ترجعوا للتاريخ وتقرأوا عليه. يقول: بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن شحوا علي كرام، بلادي وإن هانت علي عزيزة، ولو أنني أعرى بها وأجوع. القصيدة طويلة هي، ويظهر لي فهمتوا معناها المعنى متاعها. صحيح ننتقدوا الدولة، صحيح نثوروا عليها، صحيح نتغشوا، أما باش نشوهوا صورتنا قدام العالم هذا اللي مش مقبول. معناها أنت كوطني وتحس معناها على بلادك، ما ترضاش معناها يشوهوا لها معناها صورتها. وهذا اللي البعض ما فهموهش وما فهمونيش. معناها ننصحهم باش يرجعوا الفيديو يسمعوه مرتين وثلاثة وعشرة، خاطر أنا ما تهمنيش الأشخاص بقدر ما تهمني معناها سمعة البلاد. كيف ما هذه خديجة الأسود اللي قاعدين تشوفوا فيها تعليق متاعها، دعت بيا معناها قالت لي يعطيك وهف، انت زاده قاعدة تعملي لها في قيمة وقدر. أختي العزيزة، أنا لو كان ما وصلتش الحكاية معناها انتشرت وعملت ضجة كبيرة ووصلت حتى الإعلام العربي معناها يضحك علينا، معناها خليتنا أضحوكة قدام العالم. هذا الشيء اللي استفزني وخلاني نتكلم. أما كان جات معناها الحكاية ما وصلتش معناها العالم كامل يحكي عليها، ربي معاها، ما تاخذ تعرض حتى ب20 حاجة ما تخصنيش. أنا اللي يهمني هو صورة البلاد قدام العالم. يظهر لي واضح كلامي. باهي نشوفوا الشخص هذا، ما نعرفش إذا كان معناها امرأة ولا راجل. هي لم تتزوج، الأكثر أرادت جس نبض الشارع التونسي ليس العربي، لماذا تتدخل فيما يعنيك؟ تونس ليست مرتعا للخرفان. باهي جس نبض الشارع التونسي كان ممكن تاخذ رايه، ما تشهرش معناها بالموضوع علنا وتوصلوا معناها للإعلام العربي. بطبيعة الحال إذا باش تعمل فيديو الإعلام العربي باش يشوفوا. كما تعرف معناها وسيلة التواصل الاجتماعي يعني توصل للعالم الكل. كان ممكن تنجم تاخذ رايه، ما توثقش الحكاية. هذه أول شيء. وإذا كان الأمر يستدعي معناها الإساءة لتونس، بطبيعة الحال أي شخص عنده وطنية معناها ذرة وطنية يتداخل. اللي يهمني كيف ما قلت أنا سمعة البلاد. وما نعرفش أنت كان ركزت مليح معايا في الفيديو معناها تو تفهم، ما يظهر لي فيك الله غالب معناها ما فهمتش معناها المقصود من كلامي. وتنجم ترجع ترجع تشوف الفيديو. أكثر شخص أنا ركزت عليه ساعة قبل كل شيء هو منير بن صالحة، اللي أعطاه معناها صورة معناها صورة سيئة على الآخر على تونس. وكيف ما قلت لك معناها الوطنية هي اللي خلتني نتداخل. ما بالنسبة لي هي
حاجة ما تهمنيش ولا تعني لي شيئا بقدر ما تعني لي معناها تونس. هذه ملاحظة من عند سي مالك معلم بخصوص 50 دينار. معناها قال لك المحامين الكل ياخذوا معناها حق الاستشارة. ما نعرفش، انا ما عنديش حتى فكرة الحقيقة، خاطر سبق لي ومشيت معناها محامين ما يعني ياخذوا كان حق القضية، ما خذوش عليه 50 دينار. نعرف اللي المستشار القانوني هو كي باش تمشي تاخذ من عنده استشارة تخلصه، انما المحامي معناه تعطيه حق القضية فقط. ما عنديش حتى فكرة الحقيقة، انت ادرى والله اعلم. عموما الكمال لله، بكلنا نغلطوا، وماذا بينا زيدا شخص حتى كي يحب يعلق يكون يعني التعليق نتاعو معناه ما فيش تجريح من غير يعني تسبين. نقبلوا معناه كل شيء، معناه إنما في غاية معناه الاحترام، نحترموا بعضنا، ما نسبوش. عندك حاجة لاحظتها عليا ما عجبتكش قولها، ميسالش من غير معناه من غير تجريح. كهو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.